في مثل دايما بنقوله للشخص اللي هو بيحظى بمعامله مختلفه عن باقي الناس، ونقول طبعا ما هو على راسه ريشه. تعالوا بينا نعرف اصل الحكايه دي كانت ايه. في يوم من الايام كان في رجل فقير جدا جدا، وكانت الحاجه اللي بيكسب منها ان هو بيربي فراخ عنده في البيت، وكل شويه يلاقي فرخه منهم اتسرقت، لغايه وضع سائل حد جدا ما كانش عارف يعمل ايه، وخلاص ما بقاش عارف يتصرف. فراح لشيخ الجامع واشتكى له وقال له: يا حضره الشيخ، انا كل الدجاج بتاعتي بقت بتتسرق، وده موضوع انا مش قادر اسكت عليه ومش عارف اعمل ايه. راح قال له: خلاص تعالى صلاه الجمعه الجايه واحنا هنعرف مين السارق اللي كان موجود. وفعلا الشيخ بدأ الوعظه بتاعته وقال: يا جماعه احنا عايزين ننوه ان في حد عندنا في القريه بقى بيسرق دجاج كتير جدا، والراجل الغلبان ده دي مصدر رزقه الوحيد. لكن مش بس كده ان انت بتسرق، لا ده كمان تجرأ اللص ان يجي يحضر النهارده وعلى راسه اثار الريش اللي هو سرقه. وطبعا لان الشخص الحرامي في الغالب بيتكشف، راح محسس على دماغه على اساس ان هو يشيل الريش اللي موجود. راح طبعا كل الناس عرفت كان مين الحرامي الموجود، ومن بعدها طبعا اشتق منه المثل التاني اللي على راسه بطحه، برضه ككنايه على ان الكذب ملوش رجلين. لو انت عملت حاجه اكيد في يوم من الايام هتنكشف. فكده هنعرف ان اصل المثل ملوش اي علاقه بالجمله اللي احنا بنقولها.